تعرفي تقولي لي مستنية إيه لمّا الكيلو ينزل ل10 جنيه، يبقى فورًا تجري تشتري إيه الكمية اللي محتاجاها، وبالطريقة اللي هتشوفيها النهارده دي لازم تجربيه وتخزنيه. هنقول بسم الله ونصلي على أشرف خلق الله، ونبدأ النهارده الفيديو الجميل بتاعنا اللي هنبدأ سلسلة تفريزات الحاجات اللي رخصت، الحاجات الكيلو الليمون يا جماعة اللي كنا بنشتريه ب120 و130 و150 جنيه. أيوه يا أختي والله هيوصل كده تاني، اتقلي بس كده وشوفي على دخول رمضان أو دخول فصل الشتا الليمون بيوصل لكام. حطي لايك لأختك أميرة، ولو أول مرة تشوفيني اشتركي عندي ونوريني. انزلي هاتي أي كمية ليمون محتاجاها. أنا الكمية دي بالنسبة لي قليلة جدا، وأنا كده بقول بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ كده أشجع نفسي بالكمية اللي انتوا شايفينها دي، كمية 3 أو 4 كيلو من الليمون. هاخده هاحطه كده في صينية واغسل كل الكمية دي كويس جدا تحت المية الجارية. هنقول بسم الله بقى، وهنخزنه النهاردة بثلاث طرق أسهل من بعض وأجمل من بعض وأضمن من بعض. في البداية كده هجيب بولة فاضية، طبق فاضي كده، وهبدأ أنقض الليمون ده. يعني إيه أنقضه؟ يعني أجيب الليمونة الكبيرة الصفرة اللي أحس إن هي مليانة معبية مية كده على جنب، لأني أنا كنت عند ماما وانا جبت اشتريت كميه يعني، وجارة ماما ربنا يخليها لنا ويديها الصحه والعافيه يا رب، ويخليها ليا ولامي، اشتريت لي كمان كميه تانية. فقلت يلا الحمد لله، انا فعلا كنت محتاجه ان انا اخزن كميه الليمون دي، فانا اشتريت من حد وهي اشترت من حد. اللي هي جايباه احلى مليون مره واجمل من اللي انا اشتريته. نقطت الكميه على جنب، الكبير الاصفر اتفقنا، والباقي ده هجيب برطمان فاضي واعبي املى البرطمان ده كله من الليمون. ودي اول طريقه، يبقى دي اول طريقه هتشوفيها معايا، انك هتجيبي البرطمان ده تحطي فيه كميه الليمون لغايه ما يتملي، وتنزلي عليه بالميه، الميه عاديه من الحنفيه، وتقفلي. والبرطمان ده هتحطيه لي على رف التلاجة، بيقعد مده طويله جدا جدا. بس ممكن كل 4 5 ايام كده لما تفتحي وتفتكريه وتشوفيه تغيري الميه اللي فيه، ترمي الميه دي وتحطي ميه نظيفه. طول بقى ما انت رايحه جايه كده كل كام يوم اعملي العمليه دي. خلاص تمام، يبقى ده اول طريقه. تاني طريقه بقى، بتجيبي فوطه مطبخ نظيفه وتنشفي الليمون بتاعك، ليمونه ليمونه بنشفه كويس جدا، بجففه من الميه خالص بفوطه مطبخ قطن. تمام. وبجيب طبعا الليمون اللي هنخزنه في الفريزر صحيح بحاله كده، بيفضل يكون اخضر، يعني يكون مستوي، ما يكونش يكون اصفر على اخضر كده، يعني ما يكونش اخضر خالص زي ما انتم شايفين كده. اهو الليمونية مخلطة أصفر فأخضر وحلو ومستوي ومليان مية. دي طريقة تخزين تانية، بتحطيه في كيس كده وتبططي الكيس ده وتنيميه على رف الفريزر. ده بينفع بقى في كل التتبيلات، تتبيلة سمك، تتبيلة بتنجان مخلل، تعصري على الطيور وانتي بتنضفيها. محتاجة ليمون لأي حاجة، في لأي تتبيلة مشاوي بتتضرب في الكبة، تتضرب في الخلاط، تمسكي الليمونة بتفك شوية وبتضربيها على طول في الكبة، بيبقى جاهز معاكي. تالت طريقة، والطريقة اللي أنا برضو بحبها أوي أوي، ويمكن دي المفضلة عندي، والله العظيم لما تخلصي الربع ساعة اللي هتتعبي ولا النص ساعة اللي هتقفي لك شوية على الحوض أو على الرخامة كده تعملي الموضوع ده، والله العظيم هتبقي مبسوطة بكل دقيقة تعبتي فيها في عصر الليمون ده. لما يوصل الكيلو ل150 جنيه وانت شارياه ب10 ولا ب20 جنيه الكيلو، وعندك كمية كبيرة جدا في الفريزر، وكمان طالع معاكي فريش كأنك لسه شارياه دلوقتي. طبعا انا وقفت استعنت اولا بالله، شغلت بقى من جوايا كده نية معينة، نية الفرج، نية توسعة الرزق، نية صلاح الحال، بأي نية. ودوري بقى الاستغفار والصلاة على النبي. أنا النص ساعة أو ال20 دقيقة اللي وقفت عصرت فيها كل كمية الليمون دي، ما بطلتش صلاة على النبي ولا استغفار، وبنية أي حاجة أنت نفسك تحققها. الحمد لله على كل حال. ربنا يا رب إيه يحقق لنا كل أمانينا يا رب، يرزقنا من حيث لا نحتسب، ويخلي ولادنا، اللهم أمين يا رب العالمين. بقول لكم هنا إن أنا بمسك نص الليمونة اعصرها كده جامد في العصارة، وبعدين ارجع اجيب القشرة الاولى على القشرة التانية واعصر 3 4 انصاص مع بعض. كل بصوا بحلفها، بجيب كل المية اللي في كل الليمون، وعملت البرطمان الكبير ده ما شاء الله بتاع لتر من الليمون. بصوا لتر اهو. خلاص قشر الليمون ده مش هنرميه، ده دوره جاي، استنى دورك جاي، اهدى.
ده احنا هنعمل بيك حاجة عظمة عظمة عظمة. انا متأكدة جدا من العصارة بتاعتي ان هي لا نزلت بذر ولا نزلت تفل، بس برضو انا بحب كل حاجة يعني على اصولها. مررت الليمون بتاعي على مصفى سلك كده، ما طلعش حاجة خالص الا حاجة بسيطة جدا. حطيتها في شفشق كده بيكون ليه بوز كده علشان اقدر احطها في قوالب التلج. لو عندك قوالب تلج هتفرزيه فيها. وهقول لك طبعا دلوقتي هتقولي لي يا ميرو هنفضل من السنه للسنه مستغنيين عن قوالب التلج؟ لا، هقول لك دلوقتي بعد ما تفرزي في قوالب التلج هتعملي ايه. طب لو ما عنديش قوالب تلج، هحط الليمون بتاعي في اي كيس تلاجة واربطه وابططه كده، ولما يتفرز هتشوفي دلوقتي هنتصرف هنعمل فيه ايه. ما بصوا، ما تخليش حاجه توقفك في المطبخ، اتصرفي اوجدي بدائل لنفسك. الست الشاطرة تغزل برجل الحمار، على رأي ماما وتيتا الله يرحمها. تمام تمام. فاحنا بنتصرف، والجيش كمان قالك اتصرف، ايوه كده. اهو ادي طلعت الكمية 3 كيلو او 3 كيلو وشوية اللي معايا كلها اهو. تمام، هدخل بقى في الفريزر، وهروح اجيب حله احطها على النار بميه سخنه، وانزل فيها كل قشر الليمون. هسلقه سلقه محترمه لما البهاريز كلها اللي جوه القشر دي تنزل في الميه. عندك حل من اتنين يا ست البنات يا حلوه. عايزه تخلليه، كان بها بيبقى زي الزبده وبيبقى احلى من الليمون الصحيح كمان. هتجيبي لي هتغيري الميه دي ترميها، وتجيبي ميه نظيفه وفيها ملح وفيها ريسه شطه وفيها عصفر وفيها حبه البركه وفيها فصين توم واللازم منه، وتملحي الليمون ده فيها. وبعدين تكليب الهنا والشفا على قلبك. انا عندي من السنه اللي فاتت ليمون وزيتون وكل حاجه الحمد لله. وكمان بحاول اقلل شويه من ايه، من الحوادق، انا والبيت كله يعني. استبدلنا الحوادق الفتره الاخيره بالسلطه. خلاص، فبقى انا مش هعمل كده. انت عايزه تعملي كده مبروك عليكي، لو مش عايزه تعملي كده هتنزلي كل القشر بالميه بالمستخلص اللي نزل من قشر الليمون ده على مصفى. وهجيب هراسه البطاطس وافضل اضغط اضغط اضغط، اجيب كل البهاريز وكل بواقي ومستخلص الليمون بعد السلق. بصوا، هتلاقوا حاجات بتبظ وتنزل كده، القشر ده مليان والليمون ما شاء الله. بصوا، بقول لكم رغم ان انا عصرت وخدت منه الليمون بتاعه، بس والله القشر كان لسه مليان ليمون من جوه، مليان ليمون. والتفل بتاعه ده بقى لما اتغلى، فبصوا بضغط كده بينزل كل البهاريز والزبد في المصفى. هتعملي ايه ميرو بالميه دي؟ هعمل بيها عظمه، عظمه العظمه. يعني بصراحه حاجه جميله جميله جميله، وهتتبسطي جدا لما تجربيها. لما الميه دي بردت خالص هاخدها وافضيها في ازازه فاضيه عندي، وهنستخدمها في مليون شغلانة. وأهمهم وأحبهم لقلبي، لو انتي بتنضفي طيور أو فراخ أو كوارع أو أي حاجة والحوض عندك زفر، ليفة وشوية من المستخلص ده مش قادرة أقولك. طيب هنجيب الكب اللي بنغسل فيه المواعين اللي بنملاه من سائل الأطباق أهو، هجيبه احطه في نص ميه، وهحط نقطه من مسحوق المواعين اللي انا بستخدمه بريل او ايا كان. انا كنت جايباه اخر حاجه ده كان روز جاردن بالليمون. وهحط شويه من الميه بتاعه المستخلص بتاع الليمون ده. مش قادره اقول لك والله العظيم هتنبسطي انبساط من الميه دي. ريحة المواعين هتبقى كلها ليمون. بصوا، لو عندك الكوبايات مجيرة، ولا الحوض عندك الستانلس مجير، ولا البوتاجاز، ولا الحنفية نفسها الخلاط بتاع المية، الحنفية بتاعت المية، ولا بقولك منضفه طيور ومنضفه، ولا بقى السيراميك ولا الشفاط، اي خلطه عايزه تحطي فيها مسحوق اوكسي بريل مواعين اي حاجه، وتنضفي حاجه دهون عنيده، حطي فيها شويه من مستخلص الليمون ده، والله هتدعي لي. حطيه بقى على جنب جنب الحوض كده، وابقي استعمليه في الحاجات دي. ادعكي بيه الرخامات، طبعا معقم وبيعطر لان ريحه الليمون بقى تحفه. احنا لما بنجيب سائل غسيل اطباق بريحه الليمون بنبقى فرحانين بيه، ما بالك ان انت كمان ضايفه له مستخلص الليمون الطبيعي من الليمون نفسه. طبعا دي فكره حلوه جدا واتمنى تجربوها. طيب جمد خلاص اهو المكعبات الليمون بتاعي، بحاول بقى اطلعها من مكعبات التلج كده واحطهم في علبة تلاجة. الطريقة دي التفريز ده يا جماعة بيقعد معاكم من السنة للسنة. طبعا لو المكعب كبير بتقطعي منه حتة بالسكينة. انا معايا هنا مكعبات تلج الكورة بتاعتها اصغر، فلما اكون مثلا عايزه ليمون لسلطه، حد تعبان بعد الشر في الشتاء وعايزه كوبايه ليمون دافيه، بتنزلي بمكعب الليمون ده على طول على الميه الدافيه وعلى السكر بتاعك او العسل، خلاص عملتي احلى شوب ليمون.
مش هتندمي لما تعملي الليمون وتخزنيه في التوقيت ده، والله ما هتندمي. اولا رخيص، ثانيا مليان ميه، كبير ومليان ميه جدا 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 جدا. ثالثا هو علقه كده تعب ساعه ولا كل ساعه، هتتعبي لك نص ساعه في المطبخ وهترتاحي نفسيا لما تلاقي نفسك عندك حاجه انت مخزناها بشطارتك وهي رخيصه، ودلوقتي مثلا رفعت ل 100 جنيه وانت جايبه الليمون مثلا ب 10 جنيه، فهتحسي قد ايه ان انت موفره وشاطره. خلاص خلاص. الكيس اللي كان فيه الليمون قلت لك لو ما عندكيش مكعبات تلج، بعد ما بيتجمد بتمسكيه تكسريه بالسكينه كده زي المكعبات وتحطيه برضه. طب انا يا ميرو الفريزر عندي ضيق والعلب دي كلها مش هتستوعبه، تقدري تحطي كل مكعبات الليمون وكل الحاجات دي كلها في اكياس تلاجة وتبططيها وتحطيها بلوكات كده على بعضها. تمام. يبقى عملناه في البرطمان اهو، اللي قلنا هيبقى فريش وطازه معاكي فتره طويله جدا، بس طبعا مع تغيير الميه. وعملناه كمان في مكعبات التلج، وعملناه متفرز كمان في الاكياس في الفريزر لاي تتبيله لاي خلطه. لو هتضربيه في الكبه بقشره كده هيبقى معاكي زي الفل، تنضفي بيه طيور. وكمان طلعنا الازازه الجباره دي مستخلص الليمون اللي هننضف بيه كل حاجه. الفيديو ده ان شاء الله يا رب يكون عجبكم، وارجوكم جربوا مش هتندموا والله العظيم، هتنبسطوا جدا. ولو لسه ما حطيتيش لايك لو سمحتي قدري مجهودي وحطي لي لايك للفيديو، واشتركي عندي في القناه لو لسه مش مشتركه. شكرا جدا للمشاهده والحسن الاستماع. واقول لكم ايه، اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد كالعاده حلو ومفيد. باي باي.